تفتكروا ليه المزارع الكبيرة اللي بتطلع ألوفات وملايين الفراخ يوميا مش بتستخدم الخلطات أو الثوم والبصل في نظام التربية بتاعها لما هي مفيدة كده؟ أنا هقول لكم ليه. بس لو بتلاحظوا الأعراض دي على فراخكم أول لما تحطوا لهم الثوم والبصل يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. أولا كده الثوم والبصل فيه مواد كبريتية وروايح وزيوت طيارة. لما بيتفرم ويتحط للفراخ في مكان متقفل ودرجة حرارة فوق ال30، فبالتالي بتنتشر الروايح والزيوت الطيارة دي، فبتعمل تهيج واحمرار في عين الفراخ، واحنا طبعا مش عارفين، فنطلع نجري على الدكتور البيطري نقول له الأعراض فيشخص مرض تنفسي فيدينا مضاد حيوي وعلاج ملهوش أي 30 لازمة. دي أول كارثة. تاني كارثة لما الثوم والبصل ده مادة لينة والعلف ده مادة جافة، لما الثوم والبصل بيتخلطوا على العلف بيبقى بيئة سهلة جدا لنمو الفطريات الضارة، فبالتالي بيعمل قرح في أمعاء الفراخ والتهابات بتؤدي إلى الإسهال، وإحنا برضو مش عارفين إن السبب هو الثوم والبصل. تاني حاجة إن كتر الثوم والبصل بيسبب فقر دم، أي أنيميا، فتلاقي الفراخ كده العرف بتاعها بهت وكشت ومنعت الأكل معاكي. يا ريت لو حد لاحظ الحاجات دي على الفراخ بتاعتها أول ما بيحطوا الثوم والبصل بكام ساعة كده، يا ريت يكتب لي في التعليقات عشان كلنا نستفاد. على فكرة الثوم والبصل كمان الدراسات أثبتت إن هو لما بيتفرم فترة وما يتاكلش، يعني يقعد فتره كده مفروم وما يتاكلش، بيسبب سرطانات. الكلام ده مش كلامي، ده كلام علمي على فكره. وكمان الدراسات اثبتت برضو ان الثوم والبصل لو اتفرز بيسبب سرطانات للانسان، ما بالكوا الفراخ اللي معدتها قد كده واحنا بنسيبه الثوم والبصل على العلف بالكام ساعه. شوفي بقى كميه الكوارث اللي بتحصل للفراخ. تاني حاجه الثوم والبصل ده لما بيتفرم خلاص كده بيبقى عبارة عن طفل ضار بتحطيه للفراخ ملهوش أي 30 لازمة، لازم يتاكل فريش على طول. وكمان الفراخ أساسا معدتها ما تستحملش المواد الحارقة اللي فيه، احنا لما بناكله كده بكمية تلاقي معدتنا جالها فيها حرقان، ما بالك الفراخ اللي معدتها قد كده. الكلام ده كلام علمي على فكرة، بس أنا بحاول أبسطه لكم بطريقة كده الكل يقدر يفهمها. تاني حاجة يا جماعة، أنا كنت بستخدم الخلطات دي زمان، يعني أنا واحدة من الناس كنت بنبهر أول ما بشوف الناس اللي عندها أوزان عالية وبتقول إن الخلطات دي بتزود حجم الفراخ وبتزود الوزن. أنا كنت أول واحدة بنبهر بالحاجات دي، فكنت بجيب البصل والثوم وبحطه، وأول ما ألاقي إسهالات والعينين احمرت أطلع أجري على جوجل فوائد الثوم والبصل، يقول لي ممتازة. ونسيت ان جوجل ده اساسا كمبيوتر بيتحمل عليه المعلومات اللي احنا عاوزينها. وكمان الاهم من ده كله ان جوجل مرباش فراخ زينا. يا جماعة نحكم عقلنا شوية، مش عشان ثوم وبصل وشوية كلام فارغ نضيع مننا دورة كاملة. اديكوا شايفين الفراخ قدامكم اهو، اهي منتشرة في المكان وبتاكل وبتشرب الفراخ دي من غير اي حاجة ولا خلطات ولا ادوية. ما استخدمتش معاكم غير علاج الكوكسيديا بس، علشان فرخة واحدة كانت بتعمل حمام مدمم فخفت للقطيع كله يتعدي، فلازم اكون يعني اعمل احتياطاتي حتى لو مش متأكدة ان هي عندها كوكسيديا، لازم اعمل احتياطاتي عشان ما اخسرش الفراخ كلها. واديكوا شايفين الفراخ قدامكم زي الفل نايمة، انا مش هقومها ولا هجوعها قدامكم علشان تعرفوا ان هي كويسة. هي الفراخ كده طبيعتها كسلانة تاكل وتنام. فانا هو كل اللي انا عايزه اقوله لكم الخلطات دي مش مفيده بالمره، ملهاش اي 30 لازمه، وهي سبب الكوارث اللي بتحصل عندكم. بطلوها مره وانتوا هتشوفوا الفرق، بطلوا الادويه مره والخلطات دي انتوا هتشوفوا الفرق رهيب. يعني ان لو انتوا ما تشتركوش في القناه دلوقتي، ما تشتركوش، انا مش عايزه اي اشتراكات غير لما تجربوا الكلام اللي انا بقوله لكم. لو في حد عنده اعتراض يقول لي، احنا بنتعلم من بعض. انا بحاول بكل امانه ان انا اوصل لكم المعلومه بما يرضي الله. انا كل اللي يهمني بس ان ربنا، يعني ربنا هو اللي شاهد على كلامي، مفيش حد تاني. انا عشان جربت الحاجات دي وعارفه خطورتها طلعت اقول لكم الكلام ده، غير كده انا مش هطلع ولا اقول لكم حاجه. لو استفدتوا حاجه من الفيديو يا ريت، او فضلا منكم اللي استفاد حاجه، اللي مش مقتنع بكلامي طبعا ما يشتركش، المقتنع يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. وشكرا لحسن استماعكم.